السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في الرحمن سنتر، أهلا وسهلا بكم. اتكلمنا مع بعض عن كرتونة الكاسات المكونة من 42 قطعة، عرفنا أسعارها وعرفنا أنواعها، عرفنا المصري وعرفنا التركي وعرفنا التركي المخلط وعرفنا السعودي والسعودي المخلط، وازاي نفرق ما بينهم. فلو لسه ما شفتش الفيديو خش اتفرج عليه عشان محدش يضحك عليك ويبيع لك حاجة بوصف وهي مش بالوصف اللي هو وصفه لك. النهارده بقى كلامنا عن كرتونة الكاسات الجديدة. طبعا كرتونة الكاسات القديمة كان كرتونة فيها الكاس زي ما حضراتكم كده شايفين، في خط ذهبي من فوق من هنا، يعني هو كل الكرتونة سادة والخط الذهبي موجود من فوق من المكان دوت كله لافف على الكاس. طبعا سواء كان الخط الذهبي الشفة العريضة او الشفة الرفيعة. النهارده بقى هنشوف الالوان المبهرجه والالوان اللي بتشد النيش، او الالوان اللي بتكسر شكل النيش، بكرتون الكاسات مكونه من 42 قطعه بس، كلهم زي ما حضراتكم كده شايفين الوان. ان كانت كرتونه الكاسات ال 42 قطعه موجودة في معظم محلات الأدوات المنزلية، بس الكلام في الكاسات عند الرحماني مختلف. الكلام في الكاسات عند الرحماني مختلف، وكل جديد ان شاء الله هتلاقيه عند الرحماني. دي كرتون الكاسات طبعا زي ما انتم عارفين مكونه من 42 قطعه، للناس اللي ما تعرفهاش ديت مكونه من 42 قطعه، فيها كاسات زي ما حضراتكم كده شايفين، فيها الكوبايات الشاي، فيها كوبايات القهوه، فيها شوب الميه، فيها شوب العصير، فيها طقمين كاسات. تعالوا نتفرج كده مع بعض. ده بيبقى طقم مكون من 6 كاسات زي ما حضراتكم كده شايفين، 3 الوان، كل كاسين لون. ادي ده الكاس دوت، وادي التاني دوت نفس اللون، وادي 2 باللون اللبني واتنين باللون اللي هو البينك. زي ما حضراتكم كده برضو شايفين، ده فيه نقش وفيه حفر على الكاس. يعني الكاس مش مجرد ان هو الوان بس، لا ده واخد نقش وواخد حفر، حاجة تديله شكل جمالي وشكل جميل. ادي كده اول طقم كاسات معانا، وبنشوف الطقم الكاسات التاني اللي بيكون ارفع منه واطول شوية. يعني مثلا هو وراه كده بتلاقيه اطول شوية، بيكون برضو مكون من 6 كاسات لونين زي اللي فات اهو. هو ده الطقم طبعا راجع لورا. طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين الطقم كبير، اكبر من ان انا اعرضه او ان انا افصله. زي ما حضراتكم كده شايفين ان الطقم كله واخد لون وواخد حفر، فعشان خاطر ما نعليش سعر الطقم دوت قوي، فعملنا ادي الطقم ده تركي برضه عشان حضراتكم تبقوا عارفين. واحنا في الرحمن سنتر مش بنبيع اي حاجه، التركي بنقول عليه تركي، والمصري بنقول عليه مصري، والسعودي بنقول عليه سعودي. وادي دوت برضه طقم تركي، يبقى انا عندي الطقم دوت تركي والطقم ده تركي، يعني يخش في النيش عندي بكل اريحيه. عندي الطقم ده برضه تركي بالختم بتاعه اهو. اهو ده مختوم بالختم التركي. وادي ده برضه ده تركي اهو مختوم، والتاني برضو تركي مختوم. وحتى احنا قلنا مش بالختم بس، بصفاء الازاز وجودته. هنبص بقى كده مع بعض، هنلاقي 3 تطقم سعودي. يعني انت عندك طقم اهو زي كده، نفس الشكل يعتبر، نفس صفاء الازاز، الحفر موجود، نفس اللون، 3 الوان من الحاجة اهو. يعني عندنا اللون اللي هو اللبني، واللون البينك، واللون اللي هو العسلي. ال3 الوان برضو موجودين بنفس صفاء الزجاج، بنفس الرسمه، بس بتلاقي يعني صفاء الازاز قليل سن. يعني مثلا ده حضراتكم ممكن تشوفوا عدم صفاء الازاز، يعني هتلاقوه مش صافي قوي. بس لو حضرتك حاطه الكوبايه كده، انا ايدي باينه اهي من وراها، عندك الحفر الليزر اللي موجود عليها، عندك اللون برضو اللي موجود عليها، بيبقى عندك دول 6 شوب عصير. طبعا الاطباق ديت يعني من انضف الاطباق اللي بتيجي. يعني هو في معظم اللطم ما بيبقاش طبق نضيف زي دوت، بس ده طبعا طبق نضيف وطبق كويس. بيبقى عندي بقى كده حاجة بسيطة كده او مراجعة سريعة. طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين طقم شيك جدا، طقم لو حطيتيه في النيش هيملى النيش كله، ممكن يخليني مش محتاج اجيب اي حاجة، ممكن اجيب لي طقم واحد او طقمين وكده ايه، قفلت النيش بتاعي وخلاص. جبت مية وشاي وقهوة واطباق وطقمين كاسات وطقم العصير، وكده النيش بتاعي اتقفل. طيب الطقم ده سعره كام حاليا؟ الطقم دوت سعره 820 جنيه. طبعا في الايام ديت محدش عارف الدنيا رايحة على فين، ممكن الحاجة تقل ممكن الحاجة تزيد، بس هو غالبا ممكن يزيد عشان برضو الناس اللي هتبعت، ممكن لحد اخر الشهر دوت، وممكن يزيد من بداية الشهر الجاي.
الطقم دوت ادي طقمين كاسات، الطقم دوت والطقم اللي وراه طبعا فيه 3 الوان. طقم اللي هو الشاي 6 برضو بنفس الالوان. طقم العصير طبعا طقم القهوة طبعا الاطباق ما بتبقاش ملونة. عندي طقم العصير ده طبعا الطقم اللي هو الكاسات التاني بس من قدام. وعندي طقم المية اللي هو 6 كوبايات او 6 شوبات ملونين وبرضو عليهم نفس الحفر، ويعني حاجة شياكة. واللي هيجيبها هيبقى فاز بيها وهيبقى خلص نفسه من قصة النيش. وشكرا لحسن متابعتكم.